نادى الإسلام بفديتنا فتوكل حقا وانطلقا. نادى الإسلام بفديتنا فتوكل حقا وانطلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة، مرحبا بكم في برنامج الشباب مشاكل وحلول على قناتكم، قناة الرفقة على اليوتيوب. وبعد أن تحدثنا عن مشكل من المشاكل التي تواجه شبابنا في عصرنا هذا، عصر الذرة والشبكة العنكبوتية كما يقولون، نتحدث عن فتنة أخرى لا تقل خطورة عما سبقتها. وكما قلت دائما، أنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. ومشكلتنا لهذا اليوم فتن الشبهات. تخيل أخي وتخيلي أختي أن الأعداء المتربصين لكم يا شباب الأمة ويا بنات الأمة أنتجوا مواقع تعلم الأولاد البعد عن الدين في جانب الشهوات، وتعلمهم البعد عن الفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسوله في جانب الشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ومواقع تعلم أولادنا كيفية تصنيع القنابل لتفجير الأمة من منطلق حماس الشباب، من منطلق الجهاد، وهم لا يعلمون أنهم يضرون بأمتهم ويريدون أن يفتكوا بأمتهم وأن يخلقوا العداوة والحروبات. والحماس دون ضوابط لا يكفي، وإلا فقد نضر ونحن نريد النفع، وقد نفسد ونحن نريد الإصلاح. والإخلاص وحده لا يكفي، لأن الشباب إذا ابتعد عن الدين غرق في بحور الشهوات، وإذا ابتعد عن الفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسوله غرق في بحر الشبهات. وهذا ما يحصل. برامج ما تسمى بالتوعوية تعلم أولادنا الإساءة لله ولرسوله، بل وتصغر وتحقر من المعصية. بل وهناك كثرة برامج تعلم أولادنا الخروج عن الدين، وتعلم أولادنا كيفية أن ننتقص من ديننا هذا. بل وصار هذه المواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجر الشباب إلى جانب الإلحاد، وإلى جانب إنكار وجود الله عز وجل، بل إلى جانب الإنكار والطعن في السنة. كثرت من طعنوا في البخاري ومسلم، ومن طعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن طعنوا في شخص الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح للدين، وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نادى الإسلام بفديتنا فتوكل حقا وانطلقا. نادى الإسلام بفديتنا فتوكل حقا وانطلقا.